انا لسه رسالتي هتوصل وهنكمل رسالتنا. يعني انت يا توني ما خفتش، مش خايف وهتواصل رسالتك؟ انا عايز اقول حاجه وبقولها، انا خارج من المعتقل او من الحبس اقوى من الاول ومتحمس اكتر من الاول وعزيمتي اقوى. وكده تقول انت بتعمل كده ليه؟ دلوقتي اقدر اقول لهم انا بعمل كده عشان يعني انا مش لاقي حاجه. بيقولوا انت بتعمل كده ليه؟ ما تسيب الكلام عشان قضيه، عشان انا مؤمن بقضيه. بس انا لو بعمل كده انا دلوقتي هبقى ماسك بايدي واسناني في القضيه وباقوى ما عندنا، وبدعو كل الشباب الاحرار الاقباط المصريين يجوا ويكملوا معانا. مش هقول نضال، مش هقول احلام، يكملوا حقوقنا. احنا بنجيب حلم، حق مش حلم. انت برضو بتحلم بوطن تعيش فيه، وطن مدني تعيش فيه. انا عايز اصلي وانا مرتاح، انا عايز اصلي في كنيستي وما يبقاش فيه قلق حواليا، عايز التراب اللي بره ده يتشال واصلي وانا مرتاح في قياده مدنيه للدوله. يعني انت بتنادي برضو بنفس المطالب اللي بتنادي بقى الثوره المصريه اللي هي 25 يناير، مش الثوره اللي اتركبت على 25 يناير. طبعا اكيد احنا كلنا مؤمنين بالدوله المدنيه، بضروره ان يتم تفعيل المواطنه بشكل واضح وصريح، وده اكيد اللي انت تؤمن بيه. طبعا يعني ده اؤمن بيه، وبشكرك كمان انت والمجموعه، وربنا يكرمك. الصفحه الرسميه لاتحاد شباب ماسبيرو بتفخر انها تسجل مع احد الابطال المصريين اللي فعلا مؤمنين بقضيه، ونامل ان كل الشباب المصري يكون مؤمن بقضيه، وان شاء الله تاخدوا الحكم النهائي براءه ان شاء الله. وان شاء الله اخواتك المحبوسين زيك والحكم عليهم باحكام بدون تعليق نأمل ان هم يفرج عنهم، ونأمل ان يفرج عن كافة المعتقلين السياسيين وكافة المعتقلين بالاحكام العسكرية المحكوم عليهم احكام عسكرية. عايزين محاكمات مدنية. لو كان الانسان مخطئ احنا بننادي بمحاكمته. كان عايز اقول لك انا اتقبض عليا من الجيش، من الشرطه العسكريه. اللي اتقبض عليهم كان مجلس، كان شرطه مدنيه، شرطه اللي هو اللبس الاسود والابيض. فاحنا يعني بننادي بالمحاكمات المدنيه، وبننادي ارجوكوا بلاش احكام عسكريه على مدنيين. شكرا ليك يا توني، وربنا يكون معاك، وان شاء الله تاخد براءه انت واخواتك.